اهلا بكم يا جماعه، معكم احمد في حلقه جديده على قناه تك نيوز. هنتكلم فيها النهارده عن عمل انبوكسنج لجهاز اوبو اف 1 اس. فتح صندوق جهاز اوبو اف 1 واستعراض المواصفات. شركه اوبو اطلقت لنا الجهاز الشبيه بالايفون الى حد ما. هنحكي لكم دلوقتي عن فتح صندوق الجهاز. دلوقتي صندوق الجهاز معانا اهوت. هنشوف مكتوب على خلف الجهاز كاميرا خلفيه بدقه 16 ميجا بكسل، فلاش 3 جيجا بايت رام، بالاضافه الى ماتيريال بادي اللي هو جسم معدني انيق، وشوية كلام تحت بيفسر إن الجهاز 5.5 بوصة، وبالإضافة للمعالج والمساحة التخزينية، وكل ده هنتكلم عليه دلوقتي. أما نيجي دلوقتي لفتح الصندوق. الجهاز معانا اهوت. نشيل الغطا بتاع الصندوق دلوقتي. هنلاقي الجهاز بنفس المنظر بتاع جهاز ايفون 6 اس وايفون 6 اس بلس، بس باختلاف الحجم. الجهاز معانا اهوت، يعني نفس التصميم بالظبط، ما يفرقش عنه في أي حاجة. دلوقتي نشيل الجهاز على جنب. لو بصينا على الجهاز تاني اهوت، هنجيب جهاز HTC 10. هنلاقي نفس الحجم ونفس الشكل ونفس التصميم، قريب منه بالظبط، ما عدا اختلاف الكاميرا الأمامية اللي قدام. أما دلوقتي بقيت محتويات الجهاز. فمعنا دلوقتي الدبوس اللي بنقدر نخرج بالسيم كارد، ودوت معانا كفر بيجي مع الجهاز عشان لو الكفر لسه منزلش في البلد اللي انت موجود فيها. هو عبارة عن كفر شفاف. ده الشاحن معانا دلوقتي اهوت. اما ديت الهاند فري. اما بالنسبه دلوقتي فهو اليو اس بي بتاع الشاحن. نشيل دلوقتي العلبه كلها على جنب عشان نشوف الجهاز. نفتح دلوقتي معانا الجهاز. الجهاز اما هنتكلم دلوقتي عن مواصفات الجهاز. بيدي كاميرا اماميه بدقه 16 ميجا بكسل، كاميرا خلفيه بدقه 13 ميجا بكسل مع فلاش خلفي. الكاميرا الاماميه فتحة عدسه 2.0، والكاميرا الخلفيه فتحة عدسه 2.2. اما بالنسبه للتصميم، فالتصميم بيجي بحد ما مشابه للايفون. حتى لو شفنا فتح الجهاز، فالجهاز اما بيفتح بسرعة جدا. بالاضافة تلاقي اندرويد هنا موجود في الجنب، زرار رفع وخفض الصوت، وهنا زر الباور. بالاضافة للمايكرو اس دي، بيدعم مايكرو اس دي لغاية 256 جيجا بايت. اما عندنا تحت فوق الفتح الجاك 2.5، بالاضافة الى السماعات ومخرج الشاحن. معنا في الواجهة الامامية زر البصمة. نيجي نجرب زر البصمة كده، هنلاقيه سريع جدا. الجهاز جاي بواجهة كولر او اس من اوبو، الواجهة الجديدة اللي اوبو اعلنت عنها، واجهة سريعة جدا وسلسة. اما بالنسبة واحنا بنستخدم الجهاز، فهكلمكم عن مواصفاته بشكل سريع. الجهاز بيجي بمساحة تخزينية ب 32 جيجا بايت، بالاضافة الى ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام. الجهاز بيجي بمساحة 5.5 انش لكل بوصة، بكثافة 1280 في 720. الجهاز بيجي ببطارية 3075 ملي امبير غير قابلة للإزالة. والجهاز بيجي طبعا بواجهة كارل او اس اللي لسه متكلمين عنها وظاهرة قصادنا اهيت. اما بالنسبة للالوان، فالجهاز بيجي بثلاث الوان، وهي الرمادي والذهبي والوردي. وبيجي بمعالج ميديا تك 6750 مع دعم البصمة في مقدمة الجهاز. والجهاز بيجي هو باندرويد 5.1 لولي بوب. كده دي مواصفات الجهاز. اما بالنسبة للسعر، فالسعر هتلاقوا الرابط بتاعه موجود اسفل الفيديو، تقدروا تشوفوا السعر منه. والجهاز طبعا هنشوفه زي لو هنقول اكلمكم عن سعر بالدولار، فهو نازل بسعر 270 دولار امريكي. اما بالنسبه لاسعار جميع الدول العربيه، فهتلاقي رابط فيها موجود جميع الاسعار بالنسبه للدول العربيه، تقدر تشوفوا فيها وتقول لنا رايك. بس اهم حاجه متنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه عشان تشوف كل مني جديد. تاني حاجه هننبه عليها ان الجهاز يعتبر بالظبط ايفون 6 اس، ما يفرقش عنه في اي حاجه. كده دي المواصفات بتاعت الجهاز ظاهرة قصادنا اهيت في الإعدادات. حتى شكل الإعدادات من جوه وشريط الإشعارات هو شكل نفس شريط الإشعارات بتاع ايفون، ما يفرقش عنه أي حاجة. كده نكون انتهينا من الفيديو. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان تشوفوا مننا كل جديد. أهم حاجة متنساش تعمل اشتراك. وإن شاء الله لو وصلنا لعدد 20,000 من المشتركين، فهنعمل جوائز على هواتف وكده. أهم حاجة بس انت متنساش تضغط على زر اشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معكم واحد من قناة تك نيوز، في أمان الله.